السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم ياسين حمادة. النهارده فيديو تالت من سلسلة ويندوز فاندمنتالز. هننتقل لمرحلة مهمة جدا وهي أمان الحسابات في الأوبريتنج سيستم، وهنتكلم عن رتب المستخدمين وإزاي نأمن النظام ضد أي تغيير غير مصرح بيه باستخدام ال UAC. وكمان هنتعلم إزاي نتحكم في صلاحيات الملفات والفولدرز بشكل دقيق. طيب كالعادة الدرس بتاعنا النهاردة ليه تلات محاور. أول محور هو أنواع الحسابات. أنواع الحسابات بتختلف لتلات أنواع، منها الأدمنستريتور والستاندرد يوزر والجست. والتحكم بالحساب واليو اي سي. ايه هو اليو اي سي وبيساعدنا في ايه وازاي بيحمينا ضد المالويرز اللي بتتعامل في منتهى الصمت جوه الجهاز بتاعنا؟ وايه هي صلاحيات ال NTFS؟ ايه هي صلاحيات ملفات ال NTFS من الريد والرايت والحاجات دي كلها؟ طيب انواع الحسابات في نظام الويندوز هم ثلاث حاجات شبه ما قلنا من شويه. الادمنستريتور ده ليه الفول اكسس على كل حاجه، ان هو يعدل ويحمل ويمسح ويكتب ويقرا ويعمل كل حاجه في الفولدرز والملفات اللي على الجهاز، وكمان يغير في السيتنجز بتاعت الجهاز. الستاندرد يوزر يقدر ان هو يشوف ويعدل ويعمل معظم الحاجات اللي عملها الادمنستريتور، بس ما يقدرش يغير حاجه في الاعدادات بتاعه الجهاز. وحساب الجست هو حساب مخصص يعني مؤقت علشان تقدر تشوف عليه، لكن للاسف ما بيقدرش يخزن اي حاجه، مجرد حاجه للرؤيه وبريفيو. طب عايزين دلوقتي نشوف الفرق بين الادمنستريتور والستاندرد يوزر. فهنعمل مثال بسيط وعملي. ان احنا دلوقتي هنشغل التيرمينال، هنشغل السي ام دي من تحت، ندوس عليها من البتاع ده. طبعا هو فتح شيل فعايزين نفتح السي ام دي. طيب نعمل ايه؟ بغض النظر عن اي كوماند هكتبه، لان احنا لسه هنشرح بالتفصيل كل الكوماندز دي في الفيديو بتاع السي ال اي والكوماند لاين والباور شيل. لسه بعدين مش دلوقتي. طيب نيجي نعمل net user test 3. نعمل test بتاع 1 to 3 ونعمل test. الكوماند ده بمنتهى البساطة بيقاد يوزر جديد اسمه تيست 3، الباسورد بتاعه 1 to 3 وبيعمل له اد. نيجي نشوف هيقول لنا access is denied. ليه قال لنا access is denied؟ لأن احنا فتحنا السي ام دي من تحت كستاندرد يوزر، ودي تعديل في النظام. وشبه ما قلنا في السلايد من شوية ان الستاندرد يوزر ما يقدرش يعدل في أي حاجات في النظام. طيب ايه الحل لهذه المشكلة؟ لو انا فعلا عايز اد هذا اليوزر، ناخد مثلا ده المنظر ده كوبي ونطلع من السي ام دي. تمام. ونفتح الستارت منيو، نكتب سي ام دي. هنلاقي طلع علينا شوية حاجات كده لطيفة. هنلاقي ان run as administrator، run as administrator ندوس yes، ونعمل كوبي لنفس الكوماند اللي احنا عملناه في السي ام دي اللي كنا فاتحينها كستاندرد يوزر. دلوقتي احنا administrators. هنلاقي ان the command completed successfully. وكده نكون شرحنا وان شاء الله اكون وصلت لكم ايه الفرق ما بين اصلا الادمنستريتور والستاندرد يوزر، وان فعلا الادمنستريتور بيقدر يتحكم في حاجات كتيره جدا في الجهاز على العكس مع الستاندرد يوزر. طيب دلوقتي ايه هو نظام اليو اي سي اللي انا قاعد اتكلم عليه من الصبح وقاعد اتكلم عليه بقالي فيديوهين ده؟ اليو اي سي هو يوزر اكونت كنترول، وهو بيحمي الجهاز، أو هو البادي جارد بتاع الجهاز اللي علشان يحمي الجهاز وانت مش واخد بالك. يعني ايه مش واخد بالك؟ في انواع من الفيروسز والمالويرز عموما بتبقى شغاله سايلنت في الباك جراوند، انت ولا شايفها ولا شايفها بتعمل ايه، بس بتغير في حاجه اسمها ريجستري وفيديو ريجستري. لسه هنتكلم عنه قدام وهنفهم ازاي الريجستري ممكن تأثر على الجهاز بشكل كبير. لو في أي بروجرام أو أي حاجة بتحاول إن هي تعمل أي تعديل في الجهاز بدون علمك، بتلاقي الشاشة ضلمت شوية كده وتطلع لك رسالة في نص الشاشة إن هو خلي بالك في حاجة الفلانية، بتحاول تعمل حاجة فلانية حالا yes or no، وأنت بتكمل. لو حاجة أنت اللي بتمودريتها تقدر إن أنت تكملها، ولو حاجة مش بإيدك أنت فتقدر تقول تدوس no، وتقدر أنت تتراك وتمونيتور إيه اللي عمل ده وتقدر أنت توقفه. وشبه ما قلنا إن هو بيحمي الجهاز عموما من أي هجمات بتحصل في الباك جراوند أنت مش شايفها، شبه المالويرز اللي بتشتغل بصمت وبتعدل في الريجستري عشان تتلف الجهاز. في بعض الأوامر الستاندرد يوزر ممكن يكتبها، وبعد ما يكتبها يقول له طب دخل الباسورد بتاع الادمنستريتور علشان يديك اكسس، وهو دي ميكانيزم بتاعت تشغيل اليو اي سي. طيب إيه هو المبدأ اللي اسمه Principle of Least Privilege؟ هو مفهوم أمني عالمي بينص على
بغض النظر عن الكلام الإنشا ده ما باحبوش أوي يعني. هو نظام بيحد من انتشار الransomware أو فيروسات الفدية شبه ما هي معروف اسمها يعني، وبيمنع أي تغييرات عشوائية في الإعدادات بتاعة النظام، وخصوصًا الsensitive information بتاعة النظام علشان الجهاز ما يبوظش منك في المستقبل وأنت مش فاهم هو ليه باظ أو ليه عمل كده، فبتمنع already أي تغييرات. بتسهّل عليك إن أنت تmonitor وتسجّل الأنشطة اللي بتحصل في الجهاز، والله في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية حصل كذا، 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 كذا على الجهاز، كل ده الموضوع وكل المواضيع دي بتبقى متسجّلة في logs أنت تقدر توصل لها في المستقبل. طيب الجزء التاني صلاحيات الملفات والمجلدات أو الfiles والfolders. إيه هي صلاحيات الملفات بالنظام الNTFS؟ شبه ما اتكلمنا عن الNTFS في الفيديو اللي فات، عندنا بعض الصلاحيات اللي نقدر ناخدها على الملفات read write وmodify والfull control. طيب الread من اسمها بتقدر إن أنت تخلي المستخدم ده يread، وwrite نفس الكلام إن هو يعني يكتب، وmodify إن هو يدمج ما بين حاجتين أو يشيل الملف بشكل كامل، والfull control اللي أنت تديله full control بقى على الملف. خلينا ناخد برضو مثال عملي سريع عن الموضوع ده. خلونا نعمل فولدر مثلا أهو ونسميه test 1. نجيب الفولدر ده ونفتحه، هنلاقي طبعا الفولدر فاضي لسه عاملينه. ندوس عليه كليك يمين، نفتح properties، هنلاقي هنا إن إحنا عندنا بعض الملفات، ده الباث بتاع الفولدر، والله هو في partition C users، في اليوزر اسمه ياسي، بعد كده ون درايف وديسكتوب اللي احنا حاليا قاعدين في الديسكتوب، فهو البتاع ده على الديسكتوب. طب السايز بتاعه 0 بايتس لان هو ما فيهوش اي حاجه، والسايز اون ديسك برضه 0 بايت لان هو ما فيهوش اي حاجه. بيكونتين بيعد لك الفايلز والفولدرز، دي معلومات جانبيه بعيدا عن حته السكيورتي بما ان احنا عدينا عليها بالمره. طيب السكيورتي ايه هي الصلاحيات اللي ممكن نديها؟ زي ما انتم شايفين كل اللي تحت ده read write list for your content، وعندنا فوق خالص الفول كنترول. انا دلوقتي عايز اعمل edit، ففتح لي قائمة تانية. أنا permissions for everyone اللي هو ده everyone، لو أنا غيرتها system دي هتبقى system، ياسين حمادة هتتغير، administrator هتتغير. لو جينا نشوف مثلا ياسين حمادة وجينا نشوف إن هو عملنا له مثلا everyone، عملنا deny على كل حاجة، deny إن هو ترفض الفول كنترول وترفض الموديفاي، ترفض كل حاجة، وندوس apply. أوكي ونقفل. نيجي نفتح الفولدر مش هيفتح معانا بالمنظر ده، ندوس تاني يظهر لنا الثانية ويقفل مرة تانية. علشان نرجع تاني الصلاحيات بتاعتنا ندخل على properties security edit، ونخلي كل الصلاحيات على allow، وندوس apply continue، بعد كده unable to save permission change this one access is denied. ليه الاكسس denied؟ علشان انا بمنتهى البساطة عملت ايه؟ يعتبر بوظت الدنيا، ياسين حمادة لسه deny على كله. محتاجين نوقف كل الكلام ده، والسيستم كل حاجة كده اتظبطت. اوكي اوكي، نيجي نفتح الفايل، فتح بمنتهى البساطة. فبمنتهى البساطة أنا لو في فولدر أنا مش عايز أفتحه بشكل أو بآخر عن يوزر من اليوزرز اللي موجودة على الجهاز، بقدر إن أنا أتحكم في الأكسس بتاعه من هنا. طبعا تقدر بيبقى فيه يوزرز كتير جدا هنا على الجهاز لو أنت عامل لهم اد. طيب عندنا أول حاجة نظام التوريث ومشاركة الملفات في الشبكة، أو بمعنى أصح ال permission inheritance. وده بيتم إزاي؟ إن أنت يبقى عندك فولدر معين جواه مجموعة من الفايلز والفولدرز التانية، تدي للفولدر الأب ده permissions معينة، فالبرميشن دي بتطبق على كل الفايلز والفولدرز اللي موجودة جوه الفولدر ده. وبكده نكون يعتبر خلصنا حتة الفايلز والبرميشنز عموما، وبكده أصلا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة. عندنا ملخص الدرس عموما والواجب العملي اللي هي فقرة الواجب. محتاجين إن إحنا ننشئ حساب مستخدم شبه زي ما أنا قلت، وريتكم البتاع ده، وريتكم الكوماند، حاولوا تعملوا له كوبي أو حاجة لحد ما نوصل للحتة بتاعت السي ال اي وتخلوها عندكم يعني مش مشكلة. تمام، وتراجعوا الإعدادات بتاعت اليو اس سي وتظبطوها وتعدلوا على كل الإعدادات، وتعملوا اللي أنا عملته النهاردة في الفيديو عندكم على الفيرتشوال بوكس، إن شاء الله تكونوا حملتوه يعني عشان ما تبوظوش الدنيا، وجربوا تعدلوا بقى الصلاحيات وتظبطوا الدنيا كلها، وتحاولوا تمارسوا كل اللي حصل، وعموما جاوبوا على أي سؤال دايما اللي بيبقى في آخر الفيديو، وبس كده. في أمان الله.